ما شاء الله، اوعى تعضني يا جاموسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده مش عارف ايه اللي هيحصل فيها. هنروح نشوف اورك الكلب الشرس اللي بقاله 6 سنين محبوس، وهنبدا معاه اول حلقه في سلسله تدريبه. هنحاول على الاقل النهارده نطلع بنتيجه ان صاحبه يقدر يمشيه، لانه ما كانش بيقدر يمشيه خالص. الكلب ما شاء الله قوي جدا. مش هطول عليكم في المقدمه اكتر من كده. انا مدحت الحسيني ودي قناه مستر هوجو. يلا نبدا الحلقه. بالمناسبه يا جماعه، هوجو تعبان جدا جدا جدا، يا ريت كلنا ندعي له. عشان كده ده سبب ان انا ما بخلوش يظهر معايا في فيديوهات كتير اليومين دول. ان شاء الله هوجو هيبقى كويس، كلنا ندعي له وهنرجع نعمل معاه حلقات. انتوا لحد دلوقتي ما شفتوش هوجو. هناخد المكافآت. معايا كام توي كده، لان المره اللي فاتت هو ما قبلش ياخد المكافآت ديت، ونشوف هنعمل ايه. وانت يا هوجو معلش كان تستناني، اوكي؟ ادعوا له يا جماعه بالله عليكم. يلا نروح نشوف اورك المجنون ونشوف ايه في التويز واللعب والتريت. احنا واخدين له كل حاجه تقريبا. ان شاء الله ناخد نتيجه مضمونه، وان شاء الله احاول اخلي صديقي مبسوط شويه علشان الكلب تعبه بجد. لو كلبك تعبك اتفرج على الحلقه دي عشان ان شاء الله فيها حل. يلا وصلت عند البيت اهو. تعالوا نشوف اورك. اورك ايه يا اسطى؟ ما تبصيش البصات دي. مع السلامة. الله يسلمك. استاذ مصطفى اهو. كلب بصاته تخوف، بس هو والله العظيم جميل. يعني هو جميل لسه. اورك اورك اعرف امشي بيه ده واخد بيه ولا ايه؟ تعرف ان شاء الله. احنا هنحاول النهارده على الاقل نعدل الجزء ده. يعني انا مش همشي معاه بطريقه اكاديميه عشان انت مش قادر تصبر على الموضوع. فانا هحاول اعمل معاه حاجات تانية خالص. اورك ما تقربش قوي عشان ممكن يستفز. قال لي بس عشان الكلب كده هيستفز، فقررت اتعامل معاه بشياكه اكتر واوري له الالعاب والحاجات اللي معايا. الكلب زي ما انتوا شفتوه من شويه كان مش عارف احنا بنعمل ايه. هنا اديته التريت على طول، وده السبب. اديله التريت بمنتهى الادب، ولا هحنسه ولا هخليه يبقى عايز ياخدها وابعده ولا احركه ولا زي ما بنعمل مع البابي ولا هوجهه. الكلام ده لا يجوز مع مثل هذه الحاله ابدا ابدا ابدا. فكل كلب ليه شخصيه، كل كلب ليه طريقه في الشغل. اللي هعمله مع الكلب ده ضد الطريقه اللي انا ماشي بيها مع معظم الكلاب النهارده. فمش عايز اي حد يبتدي يطبقها على اي حاجه. الطريقه دي خاصه بالكلاب الكبيره اللي شخصيتها قويه، اللي لسه او اللي احنا كلنا فاكرين انها مش هينفع تتدرب. تابع معايا الحلقه للاخر وهوريك هنعمل ايه مع اورك. ادي اورك بابا، اورك ادي جود بوي. هنا الكلب عايز ان انا اللي اخش له جوه، فانا ابتدي له الامان خالص. هنا تصور ان هو الكلب. هنا هنبدا ندي للكلب المكافاه الاكل تاني، وهنبتدي نعمل له تيست نشوفه هيحب ايه اكتر. ركز معايا في اللي جاي. الحلقه لسه ما بداتش لان احنا لسه مش عارفين هو يعمل معانا ايه. اورك الكلب لسه بيتعامل معاه بحذر شديد. هو مش مرحب ومش معترض. قبل مني المكافاه. تبقى الكلب على الكوره جميل ما شاء الله. تعالوا نشوف هنعمل معاه ايه. كيف واحد ما شاء الله، اوعى تعضني يا جاموسه. طيب ايه بوي، ايه بوي. اورك ايه بوي. يا شله يا شله ما شاء الله. بصوا يا جماعه العضه، الكلب عضته قويه جدا ويقول لي مش شرس. الكلب ده اتدرب حراسه، ان شاء الله ندربه له حراسه هيروح في حته تانية تماما تماما. اورك ايوه اورك ابتدى يسمع الكلام مني. تعالى يا اورك. اورك اورك خد يا بابا، بابا خد بابا الكاية. كيف بوي. ابتدى ياخد التريت. الثقة زي ما قلت لكم، هو من المرة اللي فاتت لسه ما فيش ثقة بينا. ياخد التريت ويرميها تحت. اورك خد يا بابا. اورك بيقول لي انسى يا معلم. حركة
يعني الحركه دي في الكلب بيعرف اللي قدامه ان لا انت مالكش كنترول عليا، مالكش كلمه عليا، الموضوع في الكنافه، هو مستني صاحبه. بس الكلب قال لي انت مش صاحبي، وعلشان يثبت لي كده عمل الحركه اللي هنشوفها دلوقتي لما عدى من جنبه حد غريب. انا واقف على يمين الكلب بيبص لي ويرجع يكمل مع الشخص تاني. خلاص يا معلم انا ماليش دعوه بالناس دي، انا جاي العب معاك، تعالى نخش نلعب يا اورك. زي ما قلنا الكلب ما شاء الله عنده كبرياء وشخصيه كامله، هو عارف يعني ايه يقعد ورافض الموضوع تماما. حب اللعبه زي ما شفنا في الاول، رافض ياخدها من ايدي تماما. اول لما رميت اللعبه ابتدى ياخدها. التعامل مع كلب في الحاله دي او بالشخصيه دي لازم يتعامل معامله خاصه. لو ادينا نفس الدواء لكل العيانين واحد هيخف والباقي كله هيموت. فاللي بنعمله ده مش قاعده ثابته خالص، ده المناسب للكلب ده. انا هنا بخليني حريص، بحاول العب معاه، انا لسه بخلق العلاقه مع الكلب. برغم ان الكلب اول مره يمسك حاجه بس عضته قويه جدا. تعالى اوريك في الحاله دي هنعمل ايه. هنزود اللعب اكتر مش هنقلله، وهنزود الثقه بيننا. هنلعب مع الكلب بلعبتين، هيجيب دي هنديله دي، وهيجيب التانية هنرجع له الاولى. هسيبكم تتفرجوا ايه اللي هيحصل، وهنخليه اوفليش كمان. انطلق يا عم اورك. كده الكلب وهنبتدي نعمل معاه حله الكوره والطوي التانيه. هو دلوقتي مش عايز يسيب دي، هوريكم بص كده اول لما هخبط له بالكرة في الارض ست. انا هنا بحاول اخلي الكلب يستجيب لكلامي باي طريقة، بس زي ما انتم شايفين الموضوع صعب. وفي الحالة دي انا ما ينفعش اتعامل مع الكلب بالضغط ابدا ابدا ابدا. ممكن اخد نتيجة بس نتيجة مؤقتة وهتأذي الكلب نفسيا مفيش حل تاني. زي ما قلنا في الحالة دي احنا ما ينفعش نضغط الكلب، لازم نتعامل معاه باي ذا جنتل واي، بالطريقة المحترمة جدا، لان هو عنده شخصية كاملة. فمش عايزين ناخد اي انتكاسة في شخصيته، بالعكس احنا عايزين نعالجه. الكلب شرس بس بيقلق، عنده مشاكل سلوكية كتير. هنطلع الموضوع دوت بان احنا هنلعب معاه. اللعبة اللي احنا بنلعبها دلوقتي بتزود الثقة. الكلب ما ينفعش يتضغط لان ممكن يكون ليه رد فعل ان هو يعضنا زي ما انت هتشوف دلوقتي. الكلب هيحاول يسيب اللعبة وهيحاول يمسك ايدي، بس الحمد لله ربنا ستر. خد اللعبة وراح عشان الثقة زي ما قلنا. انا هنا بحاول ابني الثقة، هدي وخد دي، يعني احنا بنعمل جود ديل. لسه مش فاهمها. اول لما هيسيب اللي في بقه هديله دي، لو فضل مكمل هضطر احدف الكورة. الكلب ما شاء الله مسك، مش عايز يسيب ابدا ابدا. ان شاء الله لو كملنا تدريبه هيروح في الحراسة والبايت ورك في حتة تانية. مع اني لسه في خطة كاملة لتعلية المجهود عند الكلب. الكلب محبوس بقاله 6 سنين. وحالة زي دي انا حبيت اعرض لك فيها الجوانب السلبية قبل الايجابية عشان يبقى فيه اكبر استفادة لينا كلنا. يعني مش هنعرض نتائج، احنا هنعرض التدريب بالتفصيل. في المقابلة دي مع الكلب مش هنطول الموضوع، لان انا اكتشفت ان نفس الكلب قصير جدا بسبب الحبسة الطويلة، وبسبب ان هو كان تقريبا ما بيعملش اي مجهود من اي نوع. هنا الكلب ابتدى يقول لي سيب لي اللعب احسن لك. انا فضلت مصمم، ابتديت اوريله اللعبة وحصل زي ما انت شايف. اللي حصل ده كله رد فعل طبيعي، فاحنا مش هندي اي رد فعل للكلب، بالعكس احنا اللي لازم نبقى واخدين بالنا وعارفين احنا بنعمل ايه، فما تقلدش اللي بيحصل عشان ما تحصلش حاجة لا قدر الله. وزي ما احنا بنقول دايما السلامة اولا. ما تعملش مع كلب كبير لو ما عندكش الخبرة الكافية ابدا. الموضوع هيحتاج صبر وهيحتاج التعامل مع الوقت. انا ما عنديش غير ان استنى. لحد دلوقتي مش عارف ياخد منه 6 مع انه عارفها. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي خرجنا الباور بتاع الاستاذ، اليوم بيخلص معانا، فانا مش عارف اطول معاه النهارده اكتر من كده. هحطه بس تحت الكنترول شويه في حته المشي عشان ما يشدش مصطفى بعد كده وهو بيمشيه. تعال نلبس اورك الليش ونخرج معاه اخر 5 دقايق، واستنوا سلسله حلقات اورك كامله. رد الفعل هنا مش مضمون، التعامل لازم يبقى بحرص مع ان الكلب طيب، بس لازم نخلي بالنا. لأول مرة أنده للكلب ويجي لي، الحمد لله هنا عملنا أول خطوة. الكلب شوية حلوين، هنبتدي ناخده نهندله شوية في المشي لأن الدنيا ابتدت تليل، فمش هلحق أطول معاه أكتر من كده. وهنروح نشوف الكلب اتغير لحد فين. أنا أول ما كانش فيه استدعاء، الكلب ما بيجيش لحد، الكلب قلقان من كل حاجة، قلقان من البني آدمين. النهارده بشوية شغل بساط بس قدرنا نغير في الكلب حبة. ما شاء الله الكلب طيب جدا مع إنه شرس جدا. يلا بينا.
لبست الكلب الليش وخارج معايا بمنتهى الادب زي ما احنا شايفين، بس القاعده الثابته اللي قلنا عليها في حلقه خروج الكلب ادخل شوفها لو ما شفتهاش. هنبتدي نخرج، كافئناه الاول على ان هو مشي كويس، هنبتدي نخرج، هيبتدي يشد، هنرجع تاني نعيد من الاول، هنا هيبتدي اول لما يشد. الكلب هيبتدي يشدني انا مش هبتدي اطور، هنبتدي نتحرك مع بعض بالاصول، لان انا مش هعمل اي فرض عليه. انا لما صدقت علاقتنا بقت كويسه واحسن شويتين، اللي جاي كله هتبقى تطورات اسرع من اللي فاتت، لان اللي فات كان مرحله التعارف. دايما وانت بتتعامل مع كلب كبير اعرف ان مرحله التعارف هي اصعب مرحله، اللي جاي بعد كده ان شاء الله كله سهل. اول لما الكلب ادانا النتيجه طبعا بعد صبر شويه وجي وقف جنبي ابتدينا نتحرك. انا هنا ابتديت اعرفه ان هو مقيد، هو مش فاهم حاجه، هو متعود يخرج يشد صاحبه يجري على اي حته. انا عملنا ده من شويه، فانا هنا دي الخروجه التانية اللي انا بعرفه من خارج تحت الكنترول. ابتديت اكسر الاتجاهات مع الكلب، هو برضو لسه مش فاهم اي حاجه، بيتعامل معايا بكبريائه وبشخصيته القويه جدا وان هو مش قليل، وانا في نفس الوقت بتعامل معاه بشياكه. حتى الكوريكشن بديهوله بطريقه التنبيه مش اكتر. الكلاب الروت وايلر والكلاب اللي شخصيتها قويه لو اتعاملت معاها بقوه حاجه من الاتنين، يا هيبقى في سايد افكت ان هو هيرد لك الموضوع او ان هو هيرفض انه يستجيب تماما. هنا بحاول استغل الموقف اكتر واخد منه ست. الكلب التوتر عنده قوي جدا، متوتر زائد ان هو متكبر مش عايز يستجيب. انت مين عشان اقعد قدامك؟ وانا مش هضغط عليه ولا هستخدم الخناقه في الموضوع، انا عايز الموضوع يجي بمزاجه. هنا بص بيبتدي يعترض على الليش، كلب بيتوتر، لا يا معلم بيحاول يهرش. ابتديت اخلي الموضوع لعب، مفيش حاجه مستدعيات توتر يا عم اورك، انا جاي مش عشان اذيك. وهنا صابر ظهر، وصابر هو المسؤول عن رعايه اورك، يا ربنا يبارك له يعني. بس هوريكم كمان شويه هو بيتعامل ازاي بحسن نيه مع الكلب، وايه اسباب اللي وصلت الكلب لكده. هنا الكلب اعترض وانا زي ما قلت لكم مش هضغط عليه. زي ما انتوا شفتوا اللي جه دلوقتي العامل بقى اللي بياكل الكلب، فالكلب خلاص هو زي ما انتوا شايفين. هوريكم رياكشنه تاني، انا هكمل معاه في يوم تاني وفي حلقه تانيه. ده صابر يا جماعه، ده المسؤول عن اورك بالكامل بقى، يعني ده الوحيد. بص اورك معاه بيهز ديله، انا مش ابتديت اطلب اشوف الكلب بيتعامل ازاي مع صابر، وهشوفكم وهسيبكم تشوفوا ازاي يتعامل. يعني هحاول ما تعملش الحركه دي تاني، يعني هخلي ست من غير لمس ظهر. ست احسن منك بكتير بكتير. لا الكلب بيحب اكتر منك، هو ده اللي يجننك. انت اللي بطريقه تانية خالص، مش زي ما احنا فاكرين ان انا صاحبه فصاحبه. الكلب بيفهم المعامله فقط. خلصنا مع اورك، طلعنا بنتيجه مش احسن حاجه ومش اقل حاجه، بس دايما نفتكر ان الكلب الكبير غير الكلب الصغير تماما. كلب مش متدرب، كلب محبوس بقاله 6 سنين، اللي وصلنا له النهارده كان كويس نسبيا. الحلقات الجايه ان شاء الله هوريكم رحله علاج هوجو، وهنشوف اورك هنوصل معاه لايه. تابع سلسله تدريب اورك، لان هو في كل المشاكل اللي ربنا خلقها في كلب موجوده في الكلب ده. انا مدحت الحسيني، وده اورك. ورا الكاميرا الباشمهندس مصطفى، ودي قناه مستر هوجو. السلام عليكم ورحمه الله.